السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للمملحات في هذا الفيديو غادي نقترح عليكم هذا النوع هذا مملحات بلا بات فويتي وبلا داند فيمي وبالجبن، كيجيو زوينين بزاف. كما كنقول لكم دائما اي حاجه كنشاركها معكم الا راني مجرباها ومتاكده من المذاق ديالها غادي يعجبكم. كنحتاجو كمقادير لهاد المملحات هادو. عندنا هنايا لاباط فويتي، هنايا تقدروا تجيبوها من المحلات راها كتباع ولا ديروها بوحدكم في الدار. عندنا هاد لا داند فيمي طرونش كما كتشوفوا معايا، حتى هو كيتباع في المحلات التجاريه. عندنا لافاش كيري، وعندنا هاد اي نوع من الجبن. انا درت هاد الجبن ديال لابغي، وانتم اي نوع عندكم تقدروا تستعملوه، موتزاريلا ولا جبن احمر ولا جبن شيدر ولا اي نوع عندكم في الدار استعملوه. راه الطريقه سهله وكيوجد وكيحضر هاد المملحات هادو في وقت وجيز، وكيجيو كما ديال المحلات التجاريه وديال المخبزات. غادي نسرحوا هاد لاباط فيتي هادي. الاول غادي نديرو لافاش كيري ديالنا كما كتشوفوا معايا، جبن المثلث غادي نديرو الجوانب كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. نضيفوا له، انا درت هنايا هذا الريحان كيجي زوين. بغيتو ديروا هاد المملحات مالحين سمحوا لي، باش ديروا هاد المملحات يعني حارين تقدروا تضيفوا لهم الفلفل الاسود. غادي نقطعهم بهذه الطريقه هذه مثلثات على شكل مثلثات بهذا الشكل. غادي ندير في الجوانب هاد لي طرونش نتاع اللانشون، وغادي نزيد عليها هاد الفرماج ديال لابغيد، ولا نتوما كما ذكرت معكم عندكم حريه الاختيار في الجبن اللي كتفضلوه. بالنسبه للطريقه كما كتشوفوا معايا غادي نشكلهم على شكل كرواسون، غادي نقلوي حتى نحصلوا على هاد الشكل هذا، وغادي نديروهم جانبا. من بعد غادي نديروهم في واحد اللاطه، وغادي نديرهم فوق منهم كما كتشوفوا معايا. هنايا خلطت انا البيض ديالي ضربته مزيان، وغادي ندير له الوجه ديالو بهذا الشكل هذا. هذه هو الشكل النهائي ديال هاد المملحات ديالنا. بالنسبه للتزيين الاخوات عندكم الاختيار ديال التزيين. انا النصف غادي ندير له فقط الزنجلان راه عندي هنا، ولا تقدروا ديروا السانوج ولا اي حاجه. والنصف الاخر انا كانت عندي البصله محمره كتباع في المحلات التجاريه محمره ومعسله، حتى هي غادي نضيفها لها. الاخوات ديالي بالنسبه لهذا التزيين راه كما ذكرت معكم اختياري، زينوا فقط بالموجود عندكم. وغادي تدخلوها للفران. هذا هي البصله ديالنا كما قلت لكم، شوفوا معايا كي دايره. هذه كتباع في المحلات التجاريه. البصله راها محمره، وانتم ديروها فوق من هاد الكرواسون كتعطي له واحد البنه مغايره، وكيعطي له واحد النسمه زوينه. ولكم الاختيار كما ذكرت معكم، والواحد يدير فقط اللي عنده موجود في الدار. وغادي تدخلوه للفران يطيب، راه في الساعه كيطيب، وحطوه في الطاوله ديالكم ديال مائده الافطار. وبالصحه والراحه. هادو هما المملحات نتاع هاد الفيديو نتاع اليوم اللي قلت نقترحها عليكم. والاخوات هادو شوفوا كي جاو معايا، هما كيجيو منفوخين وكذلك كيجيو مقرمشين وهشاش لداخل. وداك داك الجبن وداك اللانشون كيعطيها واحد المذاق مغاير. وخليتكم في امان الله وحفظه. الله يخليكم. الا كنتم من المتتبعين ديال القناه ما تنساوش تخليوا لي التعليق واللايك، راه ضروري اللايك هو اللي كيخلي القناه تزيد تطلع. وخليتكم في امان الله وحفظه، ومع السلامه.